آمنا بآيات ربنا وما جاءنا ربنا علينا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك ورثنا وتلهمنا ونستحيي وإنا قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا إن الله إليه أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال ربكم أن يهلك عدوكم ويسلمكم في الأرض فينظر كيف تعملون. أخذنا آل فرعون بالسنين ونسمع ثمرة لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه على إنما دائمهم عندنا وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا لنضلك بالمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعظيم والصلاة والجبل والكهف والمجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك وكشفت عنا الرجال نؤمنن لك ولنرسلنك فنيه شاهد. وكشفنا عنهم الرجال إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم باليم أنا كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما وتمنى ما كانوا فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام فهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنك قوم تجهلون. ودمر ما فيهم وأهلهم ما كانوا يعملون. ولا غير الله هو لكم إلها وهو فضلكم على العالمين. نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويسعون نساءكم وفي ذلكم فلاح من ربكم حليم. موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى إن الذين ظلموا ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا
علينا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وما آتيتك وكن من الشاكرين. في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء بقوة ومنامك يأخذ يحزني هذا من دار الفاسقين. أصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل يتخذوا سبيل ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. الذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة هم من الثمان حدثنا إلا فاتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلم ولا يهدي سبيلا ما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي عجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه وقال ابن أم إن الله تغفرني وكادوا يضلونني فأخرج من تجنني وقام الظالمين رب اغفر لي ولأخي أخرجنا في رحمتك أنت أرحم الراحمين. الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم خجلة في الدنيا وكذلك نجزي المحسنين. الذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها غفور رحيم. ما سكت عما تغضب أخذ الأرواح وفي نصرتها هدى ورحمة للذين هم بربهم يرهبون. وقال موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنة تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا واكتب لنا في هذه الدنيا
حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا بآياتنا واتبعوا الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمن بالله النبي الهمي الذي يؤمن بالله كلماته يتبعها لك تهتدى ومن موسى وما كان في الهم بيدنا وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا وقيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا اظهروا ما فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم كلها فيوم ينبتون تدين ذلك الله بما كانوا يكسبون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم هم مؤذنون عذابا شديدا وعلوا إلى ذكر ربكم لعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن ونسوا أخذ الذين ظلموا بعذاب قريب بما كانوا يكسبون. لما نهوا عنه الله من وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقدرناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا
فيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق الذين يتقون فلا يعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة لا نضيع أجر المسلمين وترى الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم آتيناكم من رحمة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا أو يقولوا إنما شكا آباؤنا من قبل كنا من بعدهم فمدركنا قال المبدلون وفسر الآيات على أن لم يرجعوا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأنبه قال من الغاوين لو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل الله بالذين كذبوا بآياتنا مثل لعلهم يتفكرون مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا فمتى كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل أولئك هم الغافلون لله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه كانوا يعملون ممن خلقنا أمة يهدون بالحق بأيديهم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون إن كلمتين أفلم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إنما إلا نذير مبين ألم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وعسى أن يكون من يضلل الله فهدي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بددا يسألونك كأنك حفي لنا علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولا كنت أعلم الغيب فاستكثرت من الخير أما مسني السوء وبشير لقوم يؤمنون والذي خلقكم من نفس
نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما هزلت ذهب بين أيدينا لنكونن من الشاكرين فلما أتاهما صالحا جعل ذلك فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يعلمون ولا يستطيعون رمزا ولا أنفسهم ينزلون من الهدى لا يتبعوكم سواء حتى فما تفهمتم الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فذاهم فليستجيب لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل جئتني فلا تنظرون أنزل الكتاب وهو يتولى الصالحين من دونه يستطيعون نفسكم على أنفسهم ينزلون تدعون إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وأمر بالعرف وأنهر عن الجاهلين إما ينزغنك من الشيطان هذا فاستعذ بالله إنه سميع عليم الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم يبصرون وإخوانهم يمدونهم في الخير ثم لا يبصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم هدى ورحمة لقوم يؤمنون إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الدار الغالب عند والأنصار ولا تكن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته يستكبرون ولا يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأطيعوا بينكم وأطيعوا الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته تسبيحون وعلى ربهم يتوكلون يقيمون الصلاة أولئك هم المؤمنون حقا فجابت لهم مغفرة ورضا كريم أخرجك ربك ببيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق فلما تبين أنما يسعون إلى الموت وهم يعلمون ويعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة فكان لكم ويريد الله أن يحب الحق
تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني أمدكم بألف من الملائكة مسلمين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذا جاءكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم إذا شاءنا لهذه الغنى ولا منكم ويثبت ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاء فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم ثم الذين وفنوا ذبابنا تبشر من النار والذين يومئذ دبره إلا متعرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فالباب الله يحمد ويجهل وبئس المصير ولم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله وما وليبني المؤمنين وأن الله مؤمن كيد الكافرين تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا فلا تغني عنكم فئتهم لا يغنون وإن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ولا تكونوا كالذين إن شر الدواب عند الله السم الغم الذين لا يعقلون علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولا أسمعهم لتولوا وهم أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم واعلموا أن الله شديد العقاب إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأكم أيدكم من الدين فهزمكم من الطيبات لعلكم تشكرون